مساء الخير عليكم وعلى كل الناس اللي مشتركة معايا جديد على دماغي من فوق. ألف شكر للناس اللي بتدعمنا باللايكات على دماغي من فوق. الحلقة النهاردة مهمة جدا جدا بالنسبة للمربيين المبتدئين. صلوا على النبي في التعليقات يا جماعة وتعالى نشوف الفيديو يا جماعة عن تأخير عمليات الولادة عند الأمهات، وإزاي نعمل إيه لو الأم عدت معاك ب31 يوم، وإيه المشكلة اللي نقدر نعملها عشان نتفادى الأم والأطفال بتاعتها. اول حاجه يا جماعه هنتكلم عليها وتابعوا معانا. لو انت لسه اول مره تزورنا جديد يا ريت ما تنساش تفك الاشتراك، فعل زر الجرس لو انت مهتم معانا في تربيه الارانب. القناه دي يا جماعه للي حابين ودارسين واللي لسه هيبتدوا وعايزين يتعلموا تربيه الارانب. يكون فضلك ما تروحش بعيد، ويا ريت لو عجبك الفيديو يا جماعه. هي الام دي اللي عندها مشكله عدت عن ميعادها، دلوقتي عندها 32 يوم، وكله يا جماعه يحاذر ويخلي باله ان الشهر اللي فات يا جماعه كان ناقص شهرين. يعني الشهر اللي فات اللي هو شهر 2 ناقص يومين، واصبح للنهارده يا جماعه اللي هي متلقحه معايا من يوم 8، والنهارده يبقى عدى عليها يومين لان النهارده 12. طبعا الرحم بتاعها مفتوح شويه، نقدر نساعدها بايه يا جماعه؟ نساعد الام دي يا جماعه بايه؟ اول حاجه يا جماعه هنساعد الام دي بواحد سنتي. يا جماعه ادينا للام 1 سنتي طلق زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. هنبدا نسيبها من اول دقيقتين 3 كده لحد 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين يا جماعه الصندوق فاضي اهوت، بس هي منتفه شعرها، بس هي التاخير كله يومين. اهم حاجه يا جماعه، والميعاد اللي انتوا شايفينه قدامكم دي من 8/2 يا جماعه، والام اتاخرت النهارده 12. اهم حاجه يا جماعه خلي بالك ما تتاخرش عن كده، عشان خاطر الام ما يجيلهاش تعثر ولاده وتبدا توديك في مشاكل تانية احنا مش قدها. فاحنا هنشوف اخرة الام معانا هي بعد الطلق. هي ارتاحت شويه حالا، هتفرق بعد اول ما الطلق يشتغل، هتلاقي النتاج تفرق، وهنشوفها بعد لحظات يا جماعه. طبعا يا جماعه زي ما انتوا شايفين الام شكلها في حاله ولاده والطلق اشتغل عندها يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، شايفين يا جماعه الارنب زانق مع الام يا جماعه في الولاده اهي. شوف يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، نازل صح يا جماعه، حاجه بسم الله ما شاء الله. الفيديو ده مخصوص يا جماعه للناس اللي لسه مبتدئه ولسه ما تعرفش حاجه في تربيه الارانب. احنا الفيديو ده مخصوص عاملينه عشان نعلم الناس كلها في تاخير الارانب ايه اللي بيتم. شايفين يا جماعه، هنسيب الفيديو مفتوح لغاية يا جماعة ما تشوفوا المناظر وتشوف ايه المشكلة اللي عند الام. طبعا دلوقتي احنا بنصور وكل حاجة، بس مش لازمتي اللي انا اقعد اصور وخلاص يا جماعة. اللي بينزل من الام اول باول ده يا جماعة لازم انا اشيله واحطه جوه الصندوق يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، ربنا يعديها على خير يا جماعة، ونشوف الأم ده هتعمل معانا ايه، وفي عندها مشكلة في بقية الخلفة ولا لأ. وقبل اي موضوع لازم انت عينك على حاجتك زي ما كلمنا في كذا فيديو. أهم حاجة عينك تبقى على حاجتك ومالك، وحافظ على نفسك على قد ما تقدر. طبعا الأم لسه يا جماعة في حالة ولادة اهيت يا جماعة، بتولد وبترضع في نفس الوقت. طبعا يا جماعة كده الأم خلصت وجسناها، طلعت الأم كده فاضية بسم الله ما شاء الله. كده الأم جابت معانا 8 حتت. كل اللي عليك بقى إنك تطلع ال8 حتت دول متساويين بإذن الله. طبعا يا جماعة أهم حاجة خطوة بقى، مادام دخلت للأم بالطلق ولدت قدامك والمشاكل عرفت تفاديها والأم ولدت معاك، تاني يوم بقى يا جماعة لازم تخش للأم بمضاد حيوي، لو على الأقل سنتي مضاد حيوي بالزيت أما بتدي للأم طلق عشان تعمل لها عملية نظافة، لأن الحجم الجنين كان كبير زيادة عن اللازم عن فتحة الرحم، فلازم تخش بتطهير الرحم اللي هو المضاد الحيوي، هتدي لها 1 سنتي. وأهم حاجة بقى إنك تطلع ال8 دول بشكل كويس وتطلع منهم السلالة بتاعتك، لأن ال8 دول لازم تحافظ عليهم
على قد ما تقدر كمربي. فالفيديو ده اذا عجبك الفيديو ده يا جماعة ما تنساش الاشتراك لاخوك، فعل زر الجرس لو انت مهتم معانا في تربية ومجال الارانب. كل الناس، كل اخ واخت دلوقتي معانا على اليوتيوب على دماغي من فوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنونا في كل جديد.